السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي. يا رب تكونوا بخير ونكون فهمنا الجزء اللي فات، ولو في أي مشكلة واقفة قدامنا بالنسبة للجزء الأول مستنية كل تعليقاتكم سواء على الفيسبوك أو صفحتنا على اليوتيوب. ابعتولي وهبدأ اللي أنا بإذن الله أوضح لكم أي جزء إحنا مش فاهمينه. طب إحنا وقفنا لحد فين؟ لحد أهمية موقع قارة أفريقيا. طب إيه أهمية موقع قارة أفريقيا ده؟ إيه لازمته يعني؟ قارة أفريقيا ليها موقع متميز جدا. طب من حيث ايه؟ من حيث حاجات كتيرة جدا، أهمية استراتيجية واقتصادية وأهمية كمان حضارية. طب لو جه علينا في الامتحان عرف الأهمية الاستراتيجية، هكتب ايه؟ أهمية استراتيجية يعني الموقع ده ايه الأهمية بتاعته وقت السلم والحروب والأزمات. ايه ده؟ هي مش الحروب والأزمات، مش الحروب دي أزمة؟ خلي بالنا إن احنا في فرق ما بين الحرب وما بين الأزمة. الحرب عندي اللي فيه جيوش اتنين قدام بعض بيبدأ اللي هم يحاربوا بعض، ده الحرب. طب بالنسبة للأزمة، الأزمة ديت يعني مثلا أنا دلوقتي في مجاعة، نهر النيل لا قدر الله جف، في الوقت دوت احنا مش هنلاقي أكل، فدي أزمة. أزمة زي أزمة الوباء بتاع كورونا، الدنيا ابتدت اللي هي تتقفل وابتدى اللي احنا عندنا حظر تجوال وما ابتديناش اللي احنا ننزل كتير، دي عندي اسمها أزمة. طب الأزمة ده الموقع بتاعي يساعدني في ايه؟ الموقع بتاعي يساعدني ان الدول اللي جنبي تقدر اللي هي تساعدني، تقدر اللي هي تبعت لي اكل، تقدر اللي هي تبعت لي شرب، تقدر اللي هي تبعت لي اسلحه لو في وقت الحروب. طب وقت السلم ده يفيدني في ايه؟ يفيدني مثلا اللي انا عندي سياحه، فسياحه افريقيا يبدا الناس تيجي لي عندي في افريقيا علشان تقعد وتبدا اللي هي تتفسح، غير كده كمان الشواطئ اللي موجوده عندي يبداوا اللي هم يستمتعوا بالجو بتاعي عندي في افريقيا. طب الكلام ده في كل افريقيا؟ الحقيقه لا، في اماكن عندي حلوه جدا في افريقيا وفي اماكن مش قوي. طب الاهميه الاستراتيجيه كمان ايه اللي ممكن تميزها عن اي مكان تاني؟ اللي بيميز قاره افريقيا بصراحه عن اي دوله تانيه او عن اي قاره تانيه، لموقع قاره افريقيا موقعها الجغرافي على ممرات مائيه هامه. ممر مائي يعني ايه ممر مائي؟ ممر المائي ده اللي ممكن اي سفينه تعدي منه، بسميه ممر مائي اللي ممكن اي حاجه تعدي منها بسهوله. طب انا عندي ايه؟ عندي مضيق جبل طارق، عندي مضيق جبل طارق ومضيق باب المندب وقناه السويس، يبقى مضيقين وقناه، مضيقين وقناه، جبل وباب وقناه، مضيق جبل طارق، مضيق باب المندب وقناه السويس. طب الأهمية الاقتصادية، قال لنا الأهمية الاقتصادية لموقع قارة أفريقيا أهمية اقتصادية. ليه؟ عشان موقعها الجغرافي. ماله موقعها الجغرافي؟ أنا دلوقتي لما أعدي سفينة من عندي هبدأ آخد فيها فلوس ولا ما آخدش منها فلوس؟ طبعا هاخد منها فلوس، فأنا كده اتحكمت. طيب أي سفينة هسيبها تعدي؟ السفن اللي أنا محتاج اللي هي تعدي أو اللي أنا عايز اللي هي تعدي، بس اللي أنا بسمح ليها اللي هي تعدي. طب لو في سفينه مش محتاج اللي هي تعدي او مش عايز اللي هي تعدي، بتحكم ان هي ما تعديش من عندي خالص. يبقى بسبب الموقع الجغرافي ادى الى تحكمها في اهم طرق الملاحه العالميه. طب الموقع الفلكي هيفيدنا في ايه او ما النتائج المترتبه على الموقع الفلكي؟ الموقع الفلكي دوت اللي هو زي المناخ اللي عندي، هيفيدني في ايه في قاره افريقيا؟ هلاقي في قاره افريقيا دول درجه الحراره فيها متوسطه كويسه، وفي دول بتكون حاره جدا جدا جدا. طب ده برضه هيفيدني في ايه؟ اللي هيكون عندي تنوع، ايوه تنوع في النبات الطبيعي. في نبات بيضطر اللي يكون درجه الحراره عاليه جدا عشان يطلع، وفي نبات بيكون محتاج درجه حراره متوسطه، وفي نبات بيكون محتاج درجه حراره معتدله، وفي نبات بيبقى محتاج جو ساقعه الى حد ما، يعني في هواء وفي رطوبه عندي، في الهواء في شويه ميه كده تفيدني بالنسبه للنباتات الطبيعيه. يبقى تاني الموقع الفلكي المناخ بتاعي الجو بتاعي بيساعدني في تنوع ايه؟ ت عين، ت عين، نباتات طبيعيه، حيوانات، محاصيل زراعيه. طب الأهمية الحضارية، أول ما بقول على كلمة حضارة يبقى أنا بتكلم على حاجات من زمان، حاجات عملوها وسابوها لنا،
زي ايه؟ عندي اقدم الحضارات في العالم على ارضها. على ارض مين؟ على ارض قارة افريقيا. اقدم الحضارات في العالم زي ايه؟ حضارة مصرية هتبقى فين؟ في مصر. حضارة مصرية قديمة في مصر. حضارة مصرية قديمة في مصر. كوش سودان. كوش سودان، شين مع سين. حضارة مصرية قديمة في مصر. كوش في السودان. حضارة كوش في السودان. اكسيوم في اريتريا واثيوبيا. حضارة اكسيوم في دولة اريتريا واثيوبيا. قرطاج في تونس. حضارة قرطاج في تونس. حضارة قرطاج في تونس. يبقى تاني، مصرية قديمة في مصر، كوش في السودان، اكسيوم في اريتريا واثيوبيا. ت مع س. حضارة اكسيوم في ت وس. حضارة اكسيوم في ت وس. اكسيوم فين؟ في اريتريا واثيوبيا. قرطاج في تونس. قرطاج في تونس. قرطاج في تونس. وهذه خريطة بتوضح كل دولة من الدول اللي احنا اتكلمنا عليها. طب الخريطة اللي برضو اللي كانت قدامنا دي، بنشوف اللي قارة افريقيا فيها كام دولة. والله قارة افريقيا ما بتتعبناش ازاي يعني عندها القارة افريقيا بتضم 54 دولة. الاربعة اختها الخمسة. 4 اختها الخمسة، يعني 54 دولة. طب كلهم نفس المساحة؟ ودي بقى لا. طب ليه؟ هلاقي دول صغيرة ودول كبيرة. يبقى عندي دول مختلفة المساحة. 54 دولة مختلفة المساحة. طب ايه اكبر الدول في قارة افريقيا؟ عندي الجزائر، اكبر دول القارة الافريقية. جزائر اكبر دول القارة الافريقية. طب من حيث ايه؟ من حيث المساحة. ممكن تجيلي في صح وغلط. تعد الجزائر اكبر دول القارة الافريقية من حيث عدد السكان. في الوقت ده يبقى صح ولا غلط؟ طبعا غلط. طب ده بيتحدد بناء عن ايه؟ بيتحدد بناء ان حضرتك بتقرا السؤال لاخر جمله. هيشيل لي ممكن المساحه ويقول لي من حيث عدد السكان. ده صح؟ لا، قايل لي من حيث المساحه. يبقى لو شال لي المساحه وحط لي مكانها عدد السكان، ده صح ولا غلط؟ طبعا غلط. تقسيم افريقيا لعدد كبير من الدول. طب مين اللي عمل كده وليه عمل كده؟ انا كان عندي استعمار. يعني ايه استعمار؟ استعمار ده يعني ناس جت قعدت عندي في الدوله غصب عني. يعني ايه غصب عني؟ يعني زي دلوقتي اللي بيحصل في اخواتنا، دخلوا قعدوا عندهم، ابتدوا ياخدوا بالبيوت بتاعتهم، ابتدوا ياخدوا فلوسهم، ابتدوا ياخدوا كل حاجه تخصهم. طب واحنا هنعمل ايه؟ لا والله مالناش دعوه. هنقعد فين؟ ماليش دعوه. طب انا دلوقتي لو افريقيا كانت ابتدت بالمساحه الكبيره بتاعتها من غير ما تتقسم لدول، كنت هعرف انا كواحد جاي من بره اسيطر عليهم؟ لا، هحتاج ان انا اقسم كل دوله لحتت صغيره مش كلها حاجه واحده، علشان ابدا ان انا استمر في نفوذي، اعرف ان انا اسيطر عليها من الاخر، محدش يعرف يقف قدامي، واستغل ثرواتها. ثرواتها هي الدول زمان في افريقيا كان فيها ثروات. طبعا عندي حديد، عندي بترول، عندي معادن كتيره جدا موجوده. طب الحديد ماشي، احنا بنحتاجه في حاجات كتيره. طب عندي حاجات مهمه، كان عندي ذهب طبعا، وكان عندي ذهب كتير، كان عندي معادن مهمه جدا. ففي الوقت دوت كان بيستغل المستعمر الثروات اللي عندي. على فكره من ضمن الثروات بس مش معادن، الثروات كمان ممكن تكون ارض زراعيه اقدر ازرع فيها النوع اللي انا محتاجه من النبات. زي مثلا في مصر، في السودان اعرف ان انا ازرع قطن كويس قوي. ففي الوقت دوت هبدا ان انا ازرع القطن عند حضرتك في مصر، ازرع القمح عند حضرتك في مصر، وابدا ان انا اوديه البلد بتاعتي، وابدا ان انا اصنع الحاجه زي ما انا عايز. طب الدول الاوروبيه كانت دوله واحده بس اللي عايزه تسيطر على قاره افريقيا كلها؟ لا طبعا، ده كانوا بيتصارعوا لدرجه اللي كان بيحصل ما بينهم حروب وخناقات علشان خاطر ييجوا يبداوا اللي هم يسيطروا على دول قاره افريقيا. يبقى هنا بيقول لي قد تصارعت الدول الاوروبيه الاستعماريه على قاره افريقيا. ليه؟ لنهب خيراتها، اخد كل حاجه. طب ما النتائج؟ ما النتائج المترتبه على تصارعات الدول الاوروبيه الاستعماريه على قاره افريقيا لنهب خيراتها؟ ده لو قال لي بما تفسر. طب لو قال لي ما النتائج، هقول له ترتب على ذلك اقامه مستعمرات لها في كافه انحاء القاره. يعني ايه مستعمره؟ مستعمره دوت ناس جايه لي من بره بتبدا اللي هي تقعد عندي، بيعملوا بيوت لنفسهم يقعدوا فيها، او
يبداوا ياخدوا بيوت الناس اللي قاعده وياخدوها بالغصب ويقعدوا فيها غصب عنهم. وكمان ادت الى تقسيم القاره الى دول متعدده. هي قاره افريقيا ما كانتش متقسمه، لا، قاره افريقيا كانت دول واحده، وكان في عندي كمان دول كبيره جدا ابتدوا اللي هم يقسموها ويصغروا من مساحتها. طب ليه؟ لضمان سيطرتها عليها. يبقى عملت الدول الاوروبيه على تقسيم القاره الى دول متعدده، بما تفسر ليه؟ لضمان سيطرتها عليها. قلنا في الجزء الأول مصر بتقع فين وبنعيدها تاني. تقع مصر في الركن الشمالي الشرقي من قارة إفريقيا، وتعد من أكبر دول القارة مساحة. تعد من أكبر دول القارة مساحة، يعني هي مش أكبر دولة في القارة، هي من أكبرهم، يعني من الناس الكبيرة من حيث المساحة، لكن هي أكبر واحدة؟ لأ، مصر مش أكبر دولة. طب أنا عندي كام بقى دولة عربية؟ طالما هتكلم في دول عربية يبقى أنا بتكلم على الإخوات، هتكلم على الإخوات. طب الإخوات اللي عندي مين؟ الإخوات بيحبوا يقعدوا معظمهم جنب بعض، فلاقي إيه؟ ألاقي مصر أختها تحتها، مصر أختها تحتها، أختها الصغيرة السودان، مصر أختها السودان. طب السودان دلوقتي مقسمة شمال السودان وجنوب السودان، علشان لو المستر أو الميس بتاعتنا ابتدوا اللي هم يسألوا على الجزء ده يبقى احنا عارفين. يبقى مصر أختها اللي تحتها السودان، جارتها جنبها ليبيا، جارتها جنبها ليبيا. ليبيا والجزائر توأم، إخوات توأم جنب بعضهم، فبيربوا أختهم الصغيرة تونس. يبقى مصر أختها تحتها السودان، جارتها اللي جنبها ليبيا، وتوأمها جزائر، أختهم الصغيرة تونس. بعد كده هصلي المغرب في موريتانيا، هصلي المغرب في موريتانيا، فصلي المغرب في موريتانيا. يبقى مصر سودان ليبيا تونس جزائر مغرب وموريتانيا، تونس جزائر مغرب وموريتانيا. طب أنا عندي تاني دول؟ طبعا عندي. هروح البس جيبه واروح اقعد عشان الجو حر في الصومال. يبقى جيبوتي والصومال، جيبوتي والصومال. لقيت الجو حر في الصومال، فهعمل ايه؟ هروح بعضي واروح على جزر القمر. هي اسمها قمر؟ احنا بننطقها جزر القمر. عايزين تقولها جزر القمر ما عنديش مشكله، بس هي بتتكتب كده. يبقى مصر سودان ليبيا، مصر سودان ليبيا، مصر سودان ليبيا، جزائر وتونس مغرب موريتانيا، جزائر وتونس مغرب موريتانيا. هلبس جيبه واقعد في الصومال، هلاقي الجو حر فاروح اقعد في جزر القمر. دي الدول العربية أو ال10 دول العربية اللي موجودين في قارة أفريقيا. طب يا ميس حضرتك عمالة تحفظها لنا، وهو احنا مضطرين إن احنا نحفظهم؟ ممكن يجي في اختيارات يقول لي من الدول الآتية الدولة عربية، اختر من بين الأقواس، ويحط لي واحدة فيهم في الاختيارات ويقول لي اختر. بما إن اللي حضرتك خدتوها في 6 ابتدائي فحضرتك كده كده عارفها من السنة اللي فاتت، وجه قالها لنا كمان في كتاب المدرسة وقال لنا ال10 دول بتوعنا، فلازم أكون عارفة. بعد كده بيعرفني على الدول الساحلية. دول ساحلية يعني إيه دولة ساحلية؟ دولة ساحلية جاية من اسمها، تطل على ساحل، تطل على بحار أو محيطات. طب من الدول الساحلية اللي عندي ألاقي مين؟ ألاقي 3 ميم. ألاقي 3 ميم، مصر ومغرب وموزمبيق. طب هم دول بس؟ لا مش هم دول بس انا مختاره لك 3 علشان لو جالي في سؤال اكمل يبقى انا فاهم. ممكن يجي يقول لي في اكتب ما تشير العباره، هي دول تطل على بحار ومحيطات، فبروح رادد عليها بقول له دول ساحليه. دول ساحليه يعني انا دلوقتي واقف في الدولة بتاعتي بتطل على بحار أو محيطات، أعرف إن أنا أمشي في البحر بمركب أو سفينة من بتوعي. يبقى دول ساحلية تطل على بحار ومحيطات. زي مين؟ زي 3 ميم، مصر ومغرب وموزمبيق. ما بيجيليش في الاختيارات في أكمل أكتر من 3، فبحفظ 3 عشان لو جالي قال لي أكمل. دول حبيسة، دول حبيسة جاية من اسمها، محبوسة ما ببصش على مية، محبوسة ما ببصش على مية، محبوسة ما ببصش على مية. زي ايه؟ بحار او محيطات لا تطل. دول ساحلية تطل، دول حبيسة انا محبوسة لا تطل على مسطحات مائية، بحار او محيطات. زي مين؟ زي تش.
تشاد ونيجر ومالي، تشاد ونيجر ومالي. واحد نزل البحر بياكل نيجر، فواحد قال له انا مالي. تشاد ونيجر ومالي، تشاد ونيجر ومالي. طب انا عندي علاقات مصريه افريقيه، يعني مصر بيبقى فيها علاقه ما بينها وما بين الدول اللي جنبها. مصر من اهم واكبر دول القاره اللي بتبذل مجهود في الحوار ده. طب ليه؟ عشان يبقى فيه تعميق علاقات مصريه افريقيه. يعني ايه؟ يعني دلوقتي احنا جينا انا وجارتي ابتدى بقى في ود وفي كلام وفي تعامل ما بيني وما بينها. لو شافتني مثلا اللي في حد بيضايقني، في حد بيكلمني باسلوب وحش، هتبدا تدافع عني ولا لا؟ هتبدا طبعا. طيب انا دلوقتي لو مثلا هي محتاجه ميه، هي محتاجه حاجه مني، وابتديت اللي انا اديها لها، مش انا لما احتاج حاجه هتبدا برضو اللي هي تساعدني؟ الكلام ده اسمه تعميق علاقات. بخلي العلاقات ما بيننا كويسه جدا، ما بيننا وما بين مصر، ما بيننا وما بين بعض. طب ليه؟ عشان يبقى في تحقيق التنميه المستدامه. كل شويه انا بنمي في نفسي عشان الحاجه تفضل موجوده عندي، ما تجيش تخلص في وقت من الاوقات. طب مصر انتخبت لرئاسه الاتحاد الافريقي. يعني ايه الاتحاد الافريقي اصلا؟ الاتحاد الافريقي هناخده في الاتحادات ان شاء الله الترم التاني. تم انتخاب مصر لرئاسة الاتحاد الافريقي عام 2019. طب ده حاجة مهمة يعني. طب تعالى كده نكون قاعدين في كلاس مع بعض، وانت تكون رئيس اصحابك، مش رئيس اصحابك بمعنى حاجة وحشة، رئيس اصحابك اللي انت ليدر الفصل. ليدر الفصل لو في اي مشكلة مع اي طالب نبدا اللي انت تحلها، في اي حد زعلان من التاني تبدا اللي انت تشوف الطرفين وتصالح الاتنين على بعض وتشوف مين فيهم اللي غلطان وتبدا تقرب وجهات النظر. طيب تيجي دلوقتي حد من زمايلنا مثلا لا قدر الله عنده حاله وفاه، ابتديت اللي انت تقول لزمايلك اللي في الكلاس بتاعك انا دلوقتي فلان عنده حاله وفاه، ما تيجوا اللي احنا نروح نتكلم معاه وما يبقاش اللي هو متضايق. حد عنده فرح، حد عنده عيد ميلاد، ابتدينا نقرب من بعض. طب انت بقى لما يكون عندك مشكله او عندك فرح او عندك مناسبه سواء كانت كويسه او لا قدر الله مش وحشه او وحشه، في حد من الناس دي هيقف معاك؟ طبعا. ده الكلاس كله في الوقت دوت هيبقى معايا عشان انا دايما بقرب منهم ودايما بصاحبهم دايما معاهم ودايما اللي انا بحاول اوفق ما بينهم. اهي مصر عملت نفس الموضوع، كان ليها فرصه قويه عشان تخلي تعميق مصر الريادي في قاره افريقيا. انا ماسك الرئاسه فده هيخليني اقرب من كل حد، هيخليني اللي انا حبيب الكل صاحب الكل، فده هيخلي لما اطلب من حد اي حاجه او لا قدر الله اقع في اي مشكله الاقيهم كل الدول اللي جنبي معايا. وتدعيم علاقاتها مع دول وشعوب القاره الافريقيه. طب مصر كان ليها دور في اكتشاف قاره افريقيا، وقاره افريقيا اصلا ما كانتش موجوده، تتخيلوا؟ طب اعمل ايه؟ هيبداوا اللي هم قاعدين في مصر يبداوا اللي هم يدوروا على المكان اللي هم قاعدين فيه. يعني ايه يدوروا على المكان اللي هم قاعدين فيه؟ انا قاعد هنا في مصر القديمه اهو، انا ايش عرفني هنا في ايه ده؟ هم ما كانوش عارفين اصلا ان في دول جنبهم، ولا كانوا عارفين اساسا ان هنا في محيطات. طب والدنيا كانت عامله ازاي؟ الدنيا كانت وحشه الى حد ما. ليه؟ عشان بنبدا اللي احنا نطلع ناس ما يعرفوش حاجه ويبداوا اللي هم يدوروا، لا يرجعوا لا ما يرجعوش. ايه ده بجد؟ والله لا يرجعوا لا ما يرجعوش. طب منهم كان مين؟ منهم الرحاله، واحد كان حران وخايف. مين؟ واحد حران وخايف، اللي هو مين؟ اللي هو حر خوف. يعني ايه رحاله؟ الرحاله ده واحد بيتنقل من دوله لدوله ومكان لمكان، وكل اللي يشوفه يبدا يكتبه، فعشان كده بنقول عليه رحاله، اللي هو بيتحرك من مكان للتاني. فقام الرحاله حر خوف، قام الرحاله حر خوف. بكم رحله بقى؟ قال لي ب4 رحلات. نحو ايه؟ نحو الجنوب. نزل لتحت، من كتر ما هو حران وخايف نزل لتحت. قام الرحالة حر خوف ب4 رحلات نحو الجنوب. طب هو كان أول واحد اكتشف قارة إفريقيا أو أجزاء من قارة إفريقيا؟ اللي كان من الأوائل، كان من أوائل المصريين الذين اكتشفوا أجزاء من قارة إفريقيا. أرسل الملك نخاو الثاني، يبقى الملك كان اسمه نخاو الثاني، بعثة للدوران حول إفريقيا، للدوران حول إفريقيا. طب الرحلة دي بدأت من فين؟ أنا في مصر صح؟ فهبدأ إن أنا أتحرك من البحر الأحمر.
هبدا ان انا اتحرك وامشي كده، وابدا انزل 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 واتحرك والف حوالين قاره افريقيا، وابدا ان انا اخش من مضيق جبل طارق واخش البحر المتوسط وارجع تاني على مصر. طب الرحله الحلوه دي هتمشي على طول؟ يعني هتاخد وقت قليل؟ الرحله دي عشان خدت 3 سنين. خدت كام سنه؟ 3 سنين. ما هي قاره افريقيا مش صغننه زي ما احنا شايفينها، احنا قلنا مساحتها قد ايه في الجزء الاول، ارجع شوفوا. يبقى بعثة الدوران، الملك كان اسمه ايه؟ الملك كان اسمه نخاوي الثاني. الملك كان اسمه نخاوي الثاني. عمل ايه؟ بعد بعثة دي يعني فيها شوية من العلماء عشان يبقوا مع بعض يبدأوا يشوفوا الوضع عامل ازاي. طب هخرج منين؟ هخرج من البحر الأحمر وابدأ ان انا امشي حوالين قارة افريقيا واعود من مضيق جبل طارق واوصل للبحر المتوسط، ومنها ارجع لمصر. عشان الوقت دوت او الرحلة دي كبيرة خدت مني 3 سنين. طيب المصريين القدماء كانوا فين؟ وصل المصريين القدماء الى السودان. ايه ده؟ ما كانوش عارفين السودان؟ ما قلنا ما كانوش عارفين حاجه. وصل المصريين القدماء الى السودان، عرفوا ان في دوله تحتيهم اسمها السودان. والقرن الافريقي، القرن الافريقي ده اسمه القرن الافريقي. طب ليه سميناه كده؟ عشان هو شبه القرن فبقول عليه القرن الافريقي. فاكرين الجيبه؟ هو الجيبه والصومال تاني. لبسنا الجيبه ورحنا الصومال، بس المره دي هنلاقي 2، الته والسه. جيبوتي، صومال، اريتريا، اثيوبيا. القرن الافريقي فيه 4، جيبوتي، صومال، اريتريا، اثيوبيا. يبقى وصل المصريين القدماء للسودان وكم واحد؟ وللقرن. القرن فيه كم دولة؟ القرن فيه 4، جيبوتي، صومال، اريتريا، واثيوبيا. جيبوتي، صومال، جيبوتي، صومال، اريتريا، اثيوبيا. عشان لو جالي اي رقم على الخريطة احنا عارفينها. جيبوتي، صومال، اريتريا، اثيوبيا. يبقى وصل المصريين القدماء لمين؟ للسودان. ومين تاني؟ للجيبة. وهقعد في الحر، بعد كده هروح للته والسه. جيبوتي، صومال، اريتريا، واثيوبيا. جيبوتي، صومال، اريتريا، واثيوبيا. وامتد التأثير الحضاري. التأثير الحضاري بتاعنا وصل لغرب افريقيا واعالي منابع النيل الاستوائية. يعني ايه امتد التأثير الحضاري؟ امتد التأثير الحضاري يعني مصر كان ليها قوة ثقافية واقتصادية. الثقافة بتاعتنا في الوقت دوت والآلهة اللي كانوا بيبدأوا اللي هم يعبدوها في الوقت دوت، ابدأوا اللي هم من خلال التجارة بتاعتها يعرفوها، ابتدوا اللي هم يسمعوا الدول اللي حوالينا، ابتدت اللي يبقى فيه تجارة. وهنعرف يعني ايه أعالي منابع النيل الاستوائية لما ناخد درس بتاع نهر النيل بإذن الله. فخلت الحضارة بتاعتها تخرج بره الحدود بتاعتها وتوصل لمناطق بعيدة، مش بس بالجيوش، لا دي وصلت كمان بالتجارة والبعثات اللي كانت بيعملها. يبقى التأثير الحضاري المصري وصل لفين؟ لغرب افريقيا واعالي منابع النيل الاستوائية. طب في العصر الحديث، في العصر الحديث ده مش معناه اللي هو في الوقت ده. في العصر الحديث بيتكلم عن عهد محمد علي، تاريخ الحديث يعني. محمد علي باشا ده كان واحد كان حاكم مصر، بدأ اللي هو يبعت رحلات لاكتشاف منابع نهر النيل. منابع النيل يعني النيل ده جاي منين؟ النيل ده بدايته فين؟ المية اللي بتطلع لي من فين؟ هو كمان النيل ليه مكان؟ طبعا. ابتدى النيل عندي بيظهر لي او بيعرفوا يبعتوا الرحلات ديت بنوحد ربنا مره، وقت 8 9 والتلاتة بتحجز بينهم 1839. يبقى تم ارسال رحلات لاكتشاف منابع النيل، يعني ميه النيل ده اولها بتيجي منين؟ عام 1839. طب انتهت بايه؟ انتهت باكتشاف النيل الابيض. ده النيل الابيض انتهت باكتشاف النيل الابيض. كل الفروقات والحاجات ديت هنبدا اللي احنا نفهمها باذن الله برضو في الدرس اللي بنتكلم فيه على النيل بالظبط. طب وانتهت باكتشاف ايه؟ انتهت باكتشاف قلنا النيل الابيض، واترسم خريطه للنيل حتى جنوب السودان. اترسم خريطه للنيل حتى جنوب السودان. طب في عهد الخديوي اسماعيل، اول حاجه الخديوي اسماعيل ده هو حفيد محمد علي باشا مش ابنه، استمر في الاهتمام باكتشاف برضو منابع النيل، ووصل حكمه إلى جنوب دائرة الاستواء. إلى جنوب دائرة الاستواء. جنوب ده يعني الجزء اللي تحتيها. إيه ده؟ يعني إيه؟
يعني ايه هو قصده بالكلام ده؟ ايه؟ ان احنا اصلا مصر عندي في شمال شرق قارة افريقيا. طب شمال شرق قارة افريقيا دي شمال ولا جنوب دائرة الاستواء؟ لا، مصر هي شمال دائرة الاستواء. فلما يقول لي الحكم وصل الى جنوب دائرة الاستواء يعني وصل كمان لحد الدول اللي في جنوب دائرة الاستواء. يعني في عهده كانت مصر بتملك او كان بيحكم دول كتيرة جدا جدا جدا، عشان كده بنقول اللي وصل حكمه الى جنوب دائرة الاستواء. طب المعلومات اللي حضرتك بتقولها لنا دي هتيجي في الامتحان، انا بفهمك يعني ايه جنوب دائرة الاستواء وصل حكمه. يعني كان بيحكم، ما كانش بيحكم مصر بس، كان بيحكم دول كتيرة جدا. طب العرب كان ليهم دور في اكتشاف قارة افريقيا؟ قال لي في العصور الوسطى العرب كان ليها دور، علشان بيجي سؤال في الامتحان يقول لي كان العرب لهم دور في اكتشاف قارة افريقيا في العصور القديمة؟ لا، هي في العصور الوسطى. طب كان في العصر الحديث؟ برضو لا، في العصور الوسطى. طب عندي ايه؟ عندي جغرافيين ورحالة عرب. زي مين؟ احنا قلنا يعني ايه رحالة وهنعيدها تاني. الرحالة ده اللي بيبدأ ينتقل من مكان لمكان ويكتب كل حاجة هو بيشوفها، الجو هناك عامل ايه، الناس بتبقى قاعدة ازاي، الناس بتاكل كويس، الناس ما بتاكلش كويس، الناس عايشة كويس، في فلوس في البلد، ما فيش فلوس في البلد، الملك بتاعهم او السلطان بيعملهم كويس بيعملهم وحش، على حسب. اسهموا من خلال رحلاتهم في الكشف عن اجزاء عديدة من افريقيا. طب منهم مين؟ منهم ابن بطوطة. ابن بطوطة هو اسمه كده ابن بطوطة، وده مش اسم والده، هو اسمه كده، هو كان بيلقب باسم ابن بطوطة، اللقب بتاعه يعني، مش ده اسمه الحقيقي. قام برحلات مهمة في شمال وغرب افريقيا، ابتدى اللي هو يطلع لفوق ويخش ناحية الغرب، شمال وغرب افريقيا، واستطاع ان يخترق الصحراء الكبرى، أن يخترق الصحراء الكبرى من الشمال إلى الجنوب، من الشمال إلى الجنوب. يبقى ابن بطوطة قام برحلات مهمة فين وفين؟ شمال وغرب إفريقيا. استطاع يخترق إيه؟ الصحراء الكبرى من الشمال إلى الجنوب، يعني من الأول للآخر، من الآخر، حتى وصل إلى مالي، حتى وصل إلى مالي. ده ابن بطوطة. طب المسعودي كان من أوائل الرحالة العرب الذين زاروا افريقيا وكتبوا عنها. ده ما قاليش عنه اي تفاصيل غير اللي هو زار افريقيا وكتب عنها. طب ابن بطوطة لا، ده عمل رحلة مهمة من شمال وغرب افريقيا، واستطاع ان يخترق الصحراء الكبرى من الشمال الى الجنوب، لكن ده شمال وغرب، خلي بالنا من الحاجات البسيطة دي بيجي يوقعني فيها في الامتحان. وصلت القوافل العربية إلى السودان وبلاد الحبشة وجزر القمر. يبقى كلمني على ابن بطوطة، كلمني عن المسعودي، بعد كده بيكلمني على القافلة العربية. القافلة العربية هنا اللي بيتكلم عنها هي بتكون قوافل تجارية، وفي نفس الوقت ببدأ اللي أنا أستطلع على البلاد وابدأ اللي أنا أتعرف عليها. طب القوافل العربية وصلت لفين؟ وصلت لسين وشين وزين. وصلت لإيه؟ لسين وشين وزين، سودان، حبشة وجزر القمر. تعددت الممالك الإسلامية. يعني إيه مملكة إسلامية؟ المملكة الإسلامية دوت اللي حاكم إسلامي، سلطان أو ملك، يبدأ اللي هو يمسك ممالك أو يمسك دول كتيرة. لما بضم كذا دولة مع بعض ويبقى فيها الحكم إسلامي، يعني بالدين الإسلامي وبالشريعة الإسلامية، بقول عليها ممالك إسلامية. طب الممالك الإسلامية كانت في أنهي حتة؟ على السواحل الشرقية، سين مع شين، على السواحل الشرقية للقارة، على السواحل الشرقية للقارة، على السواحل الشرقية للقارة. طب امتدت إلى إيه؟ امتدت إلى هضبة البحيرات الاستوائية. امتدت إلى إيه؟ إلى هضبة البحيرات الاستوائية. كما تكونت بعض الممالك في الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا. يبقى تاني، تعددت يعني كانت في كذا واحدة من الممالك الإسلامية على السواحل الشرقية للقارة، وصلت لحد إيه؟ لحد هضبة البحيرات الاستوائية. طب البعض كان في الغرب، البعض كان في الغرب، يبقى كده تكونت بعض الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا. طب الأوروبيون كان ليهم دور في اكتشاف قارة أفريقيا؟ خلال القرن ال15 كان البرتغاليون بدأوا اللي هم يحاولوا
حاولوا يكتشفوا قارة افريقيا في القرن ال15 الميلادي. طب في عهد مين؟ كان في عهد الامير هنري الملاح. طب استفادوا من حاجة العرب عملوها؟ هم ما كانوش هيقدروا يعملوا حاجة من غير الحاجة اللي العرب عملتها. يعني ايه؟ يعني خدوا الحاجة اللي الرحالة العرب بتاعتي ابتدت اللي هي تكتبها، وابتدوا اللي هم يقروها ويتعرفوا عليها، وبعد كده بدأوا اللي هم يعملوا رحلاتهم الاستكشافية، استكشفوا أكتر، يكملوا اللي العرب بدأوا. استفادوا مما كتبه العرب عن افريقيا في رحلاتهم الاستكشافية، وحاولوا الوصول إلى الهند. حاولوا الوصول إلى الهند. طب عن طريق ايه؟ عن طريق الدوران حول افريقيا. طب ازاي؟ هما احنا قلنا هما رحالة ايه؟ او مين اللي بدأوا اللي هما يجولي؟ البرتغاليين. طب هي البرتغال فين البرتغالية؟ ابتدوا اللي هما يلفوا حوالين افريقيا، يعدوا يعدوا يعدوا، يمشوا 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 لحد ما يوصلوا لحد الهند. يبقى حاولوا الوصول الى الهند عن طريق دوران حول افريقيا. طب الدوران حول افريقيا ده كان ليه اسم؟ اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. عن طريق رأس الرجاء الصالح. عن طريق ايه؟ رأس الرجاء الصالح. يبقى البرتغاليون لفوا حوالين افريقيا عشان يوصلوا لمين؟ عشان يوصلوا الى الهند. طب عشان يوصلوا الى الهند الطريق اللي خدوه ده اسمه ايه؟ اسمه طريق رأس الرجاء الصالح. طب أسس البرتغاليين في الوقت دوت المواني والمراكز التجارية على طول. يعني ايه على طول؟ يعني على طول طريق رأس الرجاء الصالح ده ابتدوا اللي هم يأسسوا عليه مواني، وابتدوا اللي هم يأسسوا عليه مركز تجاري. يعني ايه مينا ويعني ايه مركز تجاري؟ المركز التجاري مش المول. المينا الأول المكان اللي السفينة بتقف فيه. السفينة لما بتقف هناك بيبدأ اللي هي تحمل بضاعة وتاخدها وتمشي فيها في المية، ده اسمه مينا. أو تبدأ اللي هي يمدوها بالمؤن اللي هي الأكل والشرب عشان تكمل الطريق بتاعها، بتبقى في النص يعني ما بين البلد وما بين البلد اللي هم رايحين. لو الأكل اللي معاهم والشرب اللي معاهم خلص بيبدأوا اللي هم ياخدوا من هنا، أو لو هيتاجروا بيبدأوا اللي هم ياخدوا البضاعة أو يوصلوا بضاعة وياخدوا غيرها. طب انا مش عايز اللي انا اخلي السفينه بتاعتي واقفه، قال لي كمان كانوا مؤسسين مراكز تجاريه، يعني بيبداوا اللي هم يبيعوا ويشتروا من المكان ده على طول طريق رأس الرجاء الصالح. طب ليه عملوا ده؟ لتأمين الملاحه والتجاره، عشان يأمنوا الملاحه بتاعتهم والتجاره. طب هم لو ما كانوش عملوا هنا الكلام ده ايه اللي كان هيضر من الملاحه بتاعتهم والتجاره بتاعتهم؟ قال لي كان في حاجه زمان اسمها قراصنه. قراصنه؟ حراميه البحر. حراميه البحر دول كانوا بيجوا والسفن ماشيه يروحوا جايين موقفينها باسلحه وضاربين الناس اللي فيها واخدين البضاعه وماشيين. لكن هنا ابتدينا في النص يكون في امان، يكون في حياه، يكون في ناس، يكون في سفن واقفه. ففي الوقت دوت ان هي حراميه البحر دول اللي اسمهم القراصنه ما بيكونوش واقفين. في نهاية القرن ال18، نهاية يعني في آخره، وخلال القرن ال19 الأوروبيون كان ليهم دور بارز قوي في اكتشاف منابع نهر النيل. طب اكتشاف منابع نهر النيل ده كان امتى؟ قال لي في نهاية القرن ال18 وخلال القرن ال19 توالت، يعني كملت الكشوف لقارة افريقيا. من مين؟ قال لي من 3: انجليز، فرنسيين، هولنديين. انجليز، فرنسيين، هولنديين وغيرهم. طب ليه؟ عشان ابحث عن موارد افريقيا، زي ما قلنا كان عندي معادن كتير، وكمان الثروات الطبيعيه واستغلالها. ابدا اشوف ايه اللي عندك اعرف استغله، اعرف انتفع بيه. طب الكلام دوت تعريفه او شرحه بالتفصيل كان في الجزء الاول. طب ده نفعني ولا ضرني؟ لما حد يجي عندي يقعد عندي غصب عني وياخد اكلي وياخد شربي وياخد فلوسي وياخد ذهبي وياخد اكسسوارات بتاعتي وياخد هدومي وياخد كل حاجه، ده هيفيدني ولا هيضرني؟ طبعا هيضرني. يبقى في الوقت دوت هذا ما ادى الى معاناه افريقيا من الفقر رغم ما تملكه من ثروات طبيعيه متعدده. بكده احنا خلصنا الدرس الاول خالص، وفي س وج على الدرس بتاعنا باذن الله يكون مفيد، وبرده اللي احنا نفهم منه كل حاجه ويفيدنا في مذاكرتنا. اشوفكم على خير باذن الله الدرس الجاي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.